شهر بالافطار في رمضان. نعوذ بالله. استنى ساعه. ثم شكون يراه الدوله ديجا تراه حريه شخصيه. فما مسموح لبعض المحلات انها تحط جرايد والناس معناها اللي مريض واللي ما باش يفطر واللي يفطر زاده ماهيش باش تفتش في النوايا الدوله يفطر على روحه. صحيح اعوذ بالله، ولكن اعطيني ترى قل لي شنو يا اخي هذه معصيه هذا رمضان هذا. متفقين انا خويا سمير هاني مريض انا بالسكر وما نصيمش اكثر رمضان. نخرج لبرا ناخذ كسكروت امام الناس، ناخذ ابو زمان نشربها. مش امام الناس، هو قلت لك حاطين جرايد ياكل في داره، واذا كانوا مريض ياكل في داره. كيفاش حرمه رمضان؟ المحلات الكل يا راجل كيفاش في يعني سامحني نسكروا المحلات في رمضان ده. كيف نبيح يعني محلات ياكلوا فيها الناس ويجروا بالافطار؟ قل لي عايش خويا سامحني اعطيني انا جاوبني انا. نسكروا ولا يا اخي انا عندي محل والله ما نحلوا. والناس والتوريست والناس المرضى والناس اللي يحتاجوا نجعلوا نخصوا اماكن خويا للتوريست، والناس واللي مريض خويا ويشتغل في اداره يهز كسكروت وياكل في البيرو نتاعو ولا في خلوه. علاش نجهروا بالصيام يا اخي؟ هذه حرمه. واضح. بالله انا اعطيتك مثل، انا راني مريض ومسافر وعندي الدبوس زمان. متفقين احنا والله الذي لا اله غيره. نحكي لك عن الناس سامحني نكون في لوطوروت ومسافر وعطشان لان السكر يجيب العطش ويتعب. والله نقف بلاصه ونخبي روحي باش نشرب. يا استاذ يا شيخ متفقين على انه حرام، متفقين على انه معصيه. طيب ولكن زاده فما احنا في دوله علمانيه تقول انه في دوله مسلمه حريه مسلمه وايضا علمانيه. ماهيش علمانيه، ما عندناش فصل الدين على الدوله. ما تفرضش الصيام الدوله، ما تفرضش الصيام. انا ما نفرضوش عليك. دولتنا ما تفرضش الصيام. ربنا سبحانه وتعالى لا يلزمك اكراها يعني التعبد اليه. لا اكراه في الدين. بالضبط. اذا كان مش تعبد ربي سبحانه وتعالى مكرها. بالضبط. فكيف تكون عباده هذه يا اخي؟ هذا اللي يفطر. اذا كنا نحن نتكلم يعني في حاله خاصه، اللي يفطر جهره امام الناس شنو حكمه يا اخي؟ نقولوا تبارك الله عليه يعني هذا فائق الايمان هذا. واضح. لا احنا تفضل. ربي تعرش يقول لك سورة الكهف مثلا ايه 26 ومن شاء منكم فليؤمن ومن شاء منكم فليكفر. في سورة القصص انك لا تهدي من احببت لكن الله من يشاء. طيب في سورة يونس اراد الله طيب ان يهدي طيب وصل المعلومه فاهمين الايات نعرفوها. لا من لو أراد الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولو شاء ربك كلهم جميعا. يعني ربي زاد احنا عندنا ساعتين ونص كي بيوفيو. اسمعني انت وقت تعيش في فرنسا وتشوف واحد يفطر في رمضان عادي يفطر تتقلق. اسمعني انا جاوبك. لا هذاك ماهوش مسلم. لا سامحني لا علاش تتقلق وقت تشوفه في فرنسا؟ ما تقلقش. ما يتقلقش. علاش تتقلق كي تشوف مثلا واحد علاش حكمت عليه كيك؟ انا جاوبك قبيله هو باش يتحاسب وحده راهو قبل البرنامج يا سي نبيل. قبل البرنامج حكيت لك قصه. كانت عندي سكرتيره سامحني كانت عندي انا سكرتيره فرنسويه كارولين. دخلت سامحني دخلت من المسجد للمكتب نتاعي لقيتها في المرحاض مسكر المرحاض تصف الماء. عيطت لها قلت لها تعالي لهنا علاش تعملي هكا؟ ما تقلقش. قالت لي سامحني تقلق كي تلقى واحد سامحني خلينا نجاوبك. تونسي هذه ما نتقلقش. لا في تونس علاش ما نتقلقش في تونس؟ اسمعني خلينا نتكلم اخي مش تولي انت داخل قلبي وتنطق بس فيك. انا نشد فيك نشدتني هاني نجاوبك. انا فرنسيه سكرتيره دخلت لقيتها مسكره باب المرحاض وتشرب في الماء. خليني نجاوب حكيته لك انت مش للجمهور. قلت لها تعالي لهنا انت ماكش مسلمه. قالت لي احترام اسمع هذه مش مسلمه. قالت لي احترام لك ولدينك. هذه مش مسلمه. صح خويا العزيز انا كراي انسان يفطر في رمضان ما نلعن ونسبه. لا حتى الاخر ماهوش يفطر في الشارع يفطر في مسكر في باب. ربي يهديه وربي يتوب على تلزم تسكر كل شيء. يا سي نبيل يا اخي تحب يقول الافطار حرام؟ لا مش حرام ومش حلال ولا كل واحد حر بينه وبين ربه. الافطار حلال وبين رب. لا بس عليهم بمسيطر. لسه عليهم بمسيطر يا سي نبيل. لسه عليهم ياكل في رمضان جهرة او خفية نقول يا ربي يهديه. هذا هو انت امرك. وكارولين تفطر على روح غير مسلمة عندها الحق يا اخويا.